جماعة لو فاكرين لما عملنا الدرع ده، النهارده هعمل درع تاني نادر جدا ومش موجود اصلا دلوقتي، هيبقى عالمي قوي بجد. واول حاجة اتفرجت على صور كتير للدرع، والدرع ده كان بينزل في 2012 يعني من 18 سنة، ولقيت عمرو سعد متصور بيه قبل كده فخلاص هعمله. وعلشان اعمل الدرع نفسه اشتريت برواز نفس المقاس وهعمل له عمليه تجميل سريعه. شلت الخشبه اللي ورا والورقه وفكيت الاكليريك، وهاخد الفريم بس ارشه، وجربت درجتين سيلفر لقيت دي طعمها اجمد فرشيت الفريم كله بيها. وكنت عايز اجيبه جاهز اصلا بس ما لقيتش اللون ده، وكويس لانه كده طلع نفس اللون الاصلي بالظبط. وعلشان اعمل الظهر جبت لون بني وخففته وتقلته علشان ارش الخشبه بتاعه البرواز من جوه وتكون الخلفيه بتاعه الدرع. بهدلت الدنيا وما طلعتش نفس الدرجه، فعملت بني اغمق شويه ورشيته تاني وسبته شهرين ينشف خالص. وعلشان اعمل العلامه نفسها جبت شاسيه ورسمت اللوجو على ورقه ولزقتها عليه وقطعتها بالظبط، وبرده فسفسته من النص، وعملت 3 قطع كمان بس مش متفسفسين ولزقتهم ببعض، وبعد ما نشفت صنفرتها كويس. وعلشان العلامه كلها كيرفات حاولت انحتها بزاويه وعملت كده برده في النص، وبعدها جبت معجون وقعدت اديلها لحد ما ظبطت، ولما نشفت خالص صنفرتها كويس من كل حته. وبعدين جبت رش جولد علشان اديلها اول طبقه، بس كان المفروض تتعزل الاول، فجبت رش نعناشها ونعنشتها بيه وعملتها تاني، ولما نشفت كانت جامده بس قلت احط طبقه من نوع جديد وطلع زي الزفت بجد. فرشيتها بالنوع اللي بستخدمه دايما وظبطت جدا، بس قلت اتفزلك واحط عليها طبقه ايبوكسي وتقريبا اتفاعلوا مع بعض وباظت تاني. حاولت اصلحها بكل الطرق بس حسيتها مش هتنفع خالص، ومش عايز اقول لكم ان انا عملت واحده تانية من الاول وغطيتها بمعجون برده وصنفرتها، والمره دي رشيتها سيلر واكليريك اصفر الاول، وبرده انا حطيتها زي الاصليه بنفس شكل المثلث ورشيتها تاني وسبتها دقيقتين تنشف خالص. وفي الاخر رجعت ثبت كل حاجه تاني في بعض وعملت ديزاين باسمي والكلام اللي في الدرع وطبعته ليزر على فينيل ابيض ولزقته في مكانه. وبعد ما ثبتها علمت شويه في الاكليريك بس خلاص يأست كفايه كده، بقالي 3 سنين بعمل في الفيديو ده، ودي كده النتيجه. عايز اعرف رايكم بجد، وفولو لايك لو ما عجبكش الفيديو.